البلطجة والسلاح الأبيض معاناة بقى بيعاني منها شعب كامل، والكارثة إن في ناس لسه فاكرة إن ده رجولة. الفيديو اللي عرضه دلوقتي ده شاب طالع يشوف أكل عيشه، شغال على توك توك، وفجأة طلع عليه شباب اتخانقوا معاه بسلاح أبيض. الفيديو ده مش مجرد واقع عدى، ده انذار لينا كلنا إن السلاح الأبيض بقى سهل، والاعتداء بقى أسهل، والدم بقى أرخص عند بعض شباب اليومين دول. زمان الخناقة كانت صوت عالي، دلوقت بقت طعنة في ثانية من غير تفكير، من غير حساب العمر هيروح أو أسرة هتتدمر. شاب واحد بيبقى قصاده مجموعة شايلين سلاح، مش عاوزين حق، عايزين فرض سيطرة، واللي بيعمل كده مش قوي، ده ضعف، لأن محتاج سكينة تحميه. ومش بس بيبقى محتاج سكينة تحميه، ده كمان بيبقى محتاج شلة تزود عدده عشان يحس انه في لحظة راجل. اسمعني كويس، الرجولة مش في المطوة اللي انت شايلها، ولا في قلة الأدب، ولا في انك تخوف اللي قدامك. الرجولة انك تمسك أعصابك، انك تمشي وتسيب الخناقة. الراجل اللي بجد اللي يعرف يقول جملة واحدة: أنا مش هضيع نفسي عشان لحظة غضب. الراجل بيفكر في بكرة، مش في فيديو بيتصور وينزل على السوشيال ميديا. احنا وصلنا لمرحلة إن أي حد نازل من بيته مش ضامن يرجع سليم، عشان واحد فاكر نفسه جامد وشايل سكينة في جيبه. وده طبعا مش مجتمع، ده خطر مفتوح، ولو ما وقفناش دلوقتي الدور جاي على اي حد فينا. القانون المصري مش سايب الموضوع كده، حيازة سلاح في الشارع جريمة، التعدي بيه جناية، ولو في إصابة أو عاهة العقوبة بتوصل لسجن مشدد سنين طويلة، ولو أكتر من شخص بقى ده تجمع وبلطجة وترويع مواطنين، يعني ملف أسود. ويا ريت إحنا كمجتمع مصري نرفض ثقافة الصلح. النصيبة إننا بقينا نحب الصلح حتى في الدم. حقك عليا، خلاص سامح عشان خاطر أهلك. وطبعا النتيجة معروفة، هيرجع يعور تاني ويشيل سلاح تاني وتالت ويطلع ضحية جديدة ملهاش ذنب. فياريت اللي يتمسك معور حد أو شايل سلاح أبيض لازم يتحاسب حساب جامد، مش انتقام، ده حماية للمجتمع كله. ولو انت شايل سلاح فكر تاني، السكينة مش هتخليك راجل، هتخليك متهم. والسجن عمره ما كان بطولة، وامك اللي هتعيط عليك، والعمر اللي هيضيع منك ولا لحظة فيهم تستاهل اللي انت بتعمله. الرجولة عقل وقوة وأمان، مش سلاح ومش رعب. ولو الدولة ما شدتش والمجتمع ما وقفش واحنا ما غيرناش المفهوم ده، هيجي يوم ونخاف نطلع فيه من بيوتنا احنا وعيالنا. فاحنا لازم نشدد على السلاح الابيض قبل ما الدور يجي عليك. شارك الفيديو ده، يمكن ينقذ انسان قبل ما يبقى مجرد اسم في خبر. ولو عندك حد من اهلك شايف نفسه حبتين، حاول تنصحه، يمكن ربنا يهديه.